أستاذنا عباس الترجمان رحمة الله على روحه قبل 5 سنين توفى وعمره 88 سنة. الرجل شاعر باللغة الفارسية والعربية بالفصحى وبالشعبي، وعنده 20 ديوان بس شعر شعبي غير الفصيح، وغير 75 مؤلف عنده، وغير الترجمة وأديب واستاذ باللغة العربية، ويدرس بجامعتين. رحنا يمه ضيوف، كان اكو رادود قاعد يمه، رادود يصير بعمر حفيده، اخذ من عنده قصايد، ده نطلع نزل قبلنا من الدرج، وصل يم الباب، شال حذاء الرادود ومسحها بالفرشه بايده وخلاه قدام رجله. ذاك الرادود نزل على رجل عباس ترجمان ده يبوسه، قال له لا انا بس اريد اعلمك يوم اللي تصير مشهور ونجم لا تشيل خشمك على خدام الحسين، فقط هذا درس اريد الله. احسنت. اي والله. اذا تريدون يصير براسكم خير وتوصلون، بمقدار ما تتواضعون لبعضكم بمقدار ما الحسين يصعدكم، وبمقدار ما واحد يشوف روحه هو احسن من غيره الحسين يكفخه وينزل من فوق المنبر يشوف. اهم شغله بقضيه الحسين ان اكون متواضع الاخويا، ان اكون متواضع للاصغر من عندي، والحمد لله رب العالمين. تخدم حسين انتبه لا تزلق شعاذينه عليك الحين